النهارده هنرجع بالزمن لسنة 1984. وقتها اتعرض فيلم اسمه المجهول بطولة سناء جميل، نجلاء فتحي، عزت العلايلي، وعادل أدهم. سناء جميل عندها فندق صغير ورثته عن أخوها، بس الفندق كان عليه ديون، وعلشان تسدد ديونها بقت تستقبل أي نزيل يجيلها الفندق، وبنتها تحط له مخدر في الشاي. وبعدها عادل أدهم المساعد بتاعها، وهو دوره في الفيلم إن عنده مرض عقلي وكمان لا بيسمع ولا بيتكلم، بيطلع ياخد الجثة ويرميها في البحيرة القريبة منهم علشان يخفي آثار الجريمة، وهي بتسرق فلوس النزيل. المشاهد الأولى في الفيلم هنشوف عزت العلايلي بيحاول يروح السفارة والقنصلية علشان يدور على أمه سناء جميل وأخته نجلاء فتحي، لأنه عرف لما أبوه مات إن دي أم وأخت وخال في كندا، لأن أبوه ما قالهوش أي حاجة عنهم. بعدها سناء جميل هتعرف من الجرايد المصرية خبر وفاة طليقها، هتجري وتعترف لنجلاء فتحي إن ليها أب بس مات، وكده هم يقدروا يرجعوا مصر في أمان، بس قبل ما يمشوا لازم يسددوا ديون الفندق. اتفاجئت نجلاء فتحي بالكلام اللي هي عرفته وغضبت، واضطرت والدتها إن هي تعترف لها بكل حاجة وتقول لها إن هي خافت إن طليقها ياخدها هي كمان زي ما خد ابنها. نجلاء فتحي في الفيلم كانت رافضة تصرفات أمها، بس ما كانتش عارفة ترجع عندها إزاي. بعدها هيعرف عزت العلايلي عنوانهم وهيروح لهم وهيحجز ليلة باسم مستعار وهيدفع 1000 دولار، وهيحاول يتكلم مع والدته بس مش هيقول لها أي حاجة عنه خالص، لأنه كان عايز يعرف الحقيقة. هي سابته وخدت أخته وهاجرت ليه، بس سناء جميل مش هتديله أي فرصة علشان ما يعرفش عنها حاجة. لما تشوفه نجلاء فتحي هترتاح له وتتكلم معاه وهيصعب عليها، وهتحاول تقنعه إن هو يمشي من الفندق، وفي نفس الوقت هتحاول تقنع والدتها بإنها ما تقتلهوش. لكن سناء جميل مش هتسمع الكلام، وبرضه هيحاولوا يخدروه، لكن هيتفاجئوا إن هو لسه عايش وما شربش الشاي. هيحاولوا تاني وهيطلع عادل أدهم بعدها علشان يكمل مهمته ويخفي الجثة في البحيرة. وبعدها البنت هتعرف من الباسبور إن هو أخوها، والأم هتعرف إن هو ابنها، وتجري سناء جميل علشان تلحق ابنها، لكن للأسف عادل أدهم ما سمعهاش ورمى الجثة في البحيرة، وهي لما شافت المنظر رمت نفسها وراه. وفي مشهد أخير هيظهر عادل أدهم وهو راجع من البحيرة بيضحك وقاعد يتفرج على الطيور في السماء ويقلدهم، وهو فاكر إنه عمل حاجة صح لأنه اتعلم كده منها. قصة الفيلم مقتبسة من مسرحية سوء تفاهم للفيلسوف الفرنسي ألبير كيمو، بس المعالجة المصرية كانت أصدق وأوجع بكتير.